بيقول لك كل واحد بياخد 24 قيراط. انا ما اعرفش ايه هم ال 24 قيراط، وما اعرفش الجمله دي احنا جبناها منين، وما اعتقدش ان في اي اصل من اصول الدين بيقول كده. ربنا ما بيديش عطاء محدود، عطاؤه مش مشروط. يعني بيجي حد يفكر من نمط من انماط التفكير، يجي يقول لك ايه، انا ربنا لو اداني حاجه هياخد قصادها حاجه، ودايما شاغل باله بالفكره دي مع نفسه ومع غيره، قاعد مركز مع غيره هو ربنا بيديله ايه وياخد منه ايه. يقول لك بص، عنده فلوس كتير وعنده حاجات كتير، اكيد ربنا واخد منه حاجه، وقاعد بقى يدور وراه هو ربنا واخد منه ايه. وفي نفس الوقت هو بيفكر مع نفسه بنفس الطريقه، انا ربنا هيديني ايه فياخد مني ايه. انت بتجيب التفكير ده منين؟ ده نمط من انماط التفكير اسمه مغالطه العداله، لانه ربنا ما بيتعاملش بالطريقه دي، وربنا حكمته وعطائه ملهاش حدود. فممكن حد تاني يجي يفكر يقولك، هو فلان عنده فلوس كتير وشركات وعربيات وكل حاجة، مع انه فاجر في الارض، مع انه بيعمل حاجات كتير جدا غلط، بس ربنا مديله مش مديني انا، رغم ان انا بصلي وبصوم وبجتهد وبسعى وانا بشتغل اكتر منه وبتعب في حياتي، بس ربنا مديله هو اكتر. ربنا بيدي الرزق بحكمته، خليك فاكر ده، وافتكر كويس ان يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. المساواة عند ربنا مش عدل، ربنا بيوزع الارزاق بحكمته. فما تقعدش تفكر وتقارن وتبقى قاعد خايف كمان انه حتى الرزق اللي هيجيلك هيتاخد قصاده حاجة. ربنا ما بيتعملش كده، ومفيش حاجة اسمها 24 قيراط. فصحح مفاهيمك وافكارك مع ربنا، واجتهد واسعى، وان ربنا تأكد انه هيديك الرزق والعطاء اللا محدود واللي انت لا يمكن تتخيله في دماغك، وهيرضيك بس لما ترضى انت باللي ربنا بيديهولك، وبطل تقارن وبطل تبص لغيرك. مالكش دعوه بحد، اشغل نفسك بنفسك وخليك مجتهد في الحياه، وصدقني رزق ربنا ملوش حدود. صباحكم فل، ومستني نقاشكم معايا في الموضوع ده في الكومنتس. ما تنسوش تدعموني بالفولو والشير، والسلام عليكم.